سي بن عبد الرحمن محمد رشدي، مربي النحل من عائلة مربي النحل، يعني من السبعينات. فاهم. أنا بديت تربية النحل مع الوالد الله يرحمه من 92. نهضروا عليها بكري، كانوا كنا نديروا دي ريكولت ملاح. كان وصلنا ل نومبر دو روش بزاف، والإنتاج كان مليح. العوامل السنين هذه الاخرى نشوفوا باللي الانتاج نقص في الريشوفمون كليماتيك، في لي بيستيسيد، عندك لي مالادي كيما الفاروا، يعني اللي يهلك بزاف النحل، سيرتو النحاله اللي ما تستريتيش، اللي ما تداويش على الفاروا. شفت عليها في 92 العام الاول اللي بديت فيه نخدم. كنا ابوبري لو نومبر تاع لي ريش تقريبا 2000 جبح، 2000 خاليه، وصلنا حتى تقريبا 60 طن، 600 قنطار. نعم، وصلنا من قبل حتى ل 800 قنطار. السبب تاعها كانت بكري لا ناتور فيرج اولتها، كانوا لي مالادي هادو ما كانش. نهضر لك قبل ما يجينا الفاروا. الوالد بدا نحل، بداها تقريبا في 1970. راح هو وولد عمو برهان، الله يذكره بالخير، راحوا لفرنسا، قراو لتما، داروا ستاج في لافال اون فرنسا، وين تخرجوا من تم، تكونوا لتم وتخرجوا، ومن بعد جاوا لهنا وانطلقوا في المشروع تاع تربيه النحل. وخدموا مع ثم احبابهم مربيين النحل اوروبيين، جاونا لهنا الجزائر وخدموا معاهم، وراحوا هما عندهم الهيه وخدموا معاهم ثاني. ياك فاهم، pour avoir des idées, pour avoir des expériences. يعني كيما دركا قاعدين نشوفوا ثم عاد بزاف سيشراس، عندو بزاف لي كاتاستروف ناتورال هادو، دي فوا انونداسيون، دي فوا فو دو فوري، دي فوا كذا. نقص شويه الانتاج بارابور العوام اللي من قبل. دوك سا ديبون على العام، راك فاهمني، سا ديبون على المطر، يكون ما يكونش كذا. منا الانتاج قادر يكون مليح، قادر يكون متوسط. وشوا واحد لازم يخدم، لازم يداوي، لازم سيرتو على الفاروا، سيرتو الفاروا نأكد على الفاروا. تقدر تحقق 30 40 كيلو كي يعود العام مليح، الخليه وحده. نعم، الانتاج الكبير وصلنا حتى ل 50 قنطار، يعني فهمني. وشو لو نومبر دو ريش نقص بارابول بكري، ما بقيناش ب 2000 خليه كيما بكري. يعني احنا في العائله تما عائله رانا بزاف مربين النحل، يعني عندك عندك خويا الكبير، عندك عمومي ولادهم، عائله تما من بكري عائله مربيه النحل. نعم، انا واحد 6 ولا 7 في العائله مربين النحل. انا واش نقول للنحالين الاخرين، نقول لهم تبعوا المهنه تاعكم، خدموها قد ريقلوا، راك فاهمني. وهذه هي، بربي ان شاء الله ربي يوفقكم ويوفق الجميع وخلاص.